يا هلا، اهلا بيكم يا شباب. ايه رايكم في الاوتفيت؟ الناس بقى اللي بتطلع على اليوتيوب وعلى تيك توك يقول لك قيم الاوتفيت من 10. فما تنسوش تقيموا الاوتفيت بتاعي من 10. الاوتفيت اهو، شغل جامد برضه. احنا بنفهم في الاوتفيت برضه، بس مش قوي يعني بحب انا الجلاليب. اعذروني بقى لو انا طالع بقتحم عليك المساحه بتاعتك بالجلابيه بتاعتي وكده. المهم، خلونا نركز في الحاجه اللي احنا جايين نتكلم فيها، الا وهي تحدي القراءه. الجزء الخامس. الجزء الخامس، مش بعمل لك انت بس، هي الجزء الخامس يعني. صراحه الكتاب بتاع النهارده يعني مش غريب، بس كتاب يعني ممكن نوعا ما، مش هو يعني. انا حسيت ان انا لما اقراه هستفاد جامد وكده. يعني ما لباش او ما ادانيش رغبه في ان انا هستفاد جامد من الكتب. الا ان هو يعني كتاب تحدث امام الجميع بجاذبيه. ممكن اكون في فيديوهاتي اللي على قناه فزلوك مش بجيب اتنشن جامد، لان انا مش بكون عايز اديك اللي هو عارف يعني. بحب اديك فاصل، بحب اديك جزء كده من الثانيه ولا حاجه تكتشف فيها هو الواد ده بيقول المعلومه صح ولا غلط. هو الواد ده بيهبد وبيرمي اي كلام ويجري، ولا الواد ده بيقول كلام صح وكلام دقيق. طب هل مثلا انا لو جربت الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده يا احمد، هل ده هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ فصراحه يعني انا بحب على القناه ان انا اسيب السبيس دي للناس ان هم يعملوا كده يعني. ولكن في بعض الاحيان ان انت ما تتركش السبيس دي، ده بيبقى حاجه جميله جدا، بالذات ليك انت كصانع محتوى يعني، او كحد بيعمل فيديوهات يعني، سواء انت بتعمل فيديوهات او ما بتعملش يعني. اظن ان مش كلكم يعني بيعملوا فيديوهات. في بعض الناس فيكم كانت بتتكلم على القناه يعني ان هي عايزين يفتحوا قناه على اليوتيوب وكده. فان شاء الله يعني لما نحقق نجاح كبير جدا نبقى نتكلم عن الموضوع ده وازاي قدرنا نوصل لده ونستمر في ده. الجو جميل جدا، لو انتوا واخدين بالكم الشجر بيتحرك عشان الهواء يعني اللي جاي وكده. فالكتاب، الكاتب يعني بيتكلم في كذا جزء. انا بادئ التحدي من الصبح يعني، بس عشان حصل عندنا حاله وفاه، ربنا يرحم يعني المتوفى وكده. فما عرفتش اطلع الصبح واتكلم يعني. فده يعني احنا دلوقتي المغرب شويه هيأذن يعني. فالكتاب هو كويس جدا، وانصحكم ان انتوا تقرأوه. بس هو كان في الدخله بتاعت الكتاب كان بيتكلم في الستاند اب كوميدي، ومش كان بيتكلم يعني. انت لو قرأت الكتاب او لو يعني شفت الاسم كده من بره، تحدث امام الجميع بجاذبيه. انت هتظن ان الناس اللي بتطلع تعمل توكس مثلا في تيدكس او تيد، او الناس مثلا اللي بتكون واقفه تعمل برزنتيشن مثلا في الجامعه، ده هيفيد الناس دي. لكن الكتاب علشان مترجم للغه العربيه، ودي مشكله صراحه ان انت تترجم الحاجه من اللغه الام للغه تانية. ان العنوان ذات نفسه فيه شك يعني. انت لو فهمت العنوان من بره هو بيوحي بحاجه، ولما بتخش الكتاب هو بيوحي بحاجه تانية خالص. الكاتب بيتكلم عن حاجه تانية جوه، ان انت ازاي تحسن المحادثه بينك وبين اي حد تاني. لو انا واقف مثلا مع احمد وبتكلم معاه، فازاي ان انا احسن المحادثه بتاعتي اللي ما بيني وما بين احمد، مش ازاي اتكلم امام الجميع بجاذبيه. دي المشكله بس معايا في العنوان. لان انا قرات يعني، انا اخدت شوط جامد جدا في الكتاب. انا فاضل لي بتاع 40 صفحه بس من الكتاب. ف فاظن يعني ده سبب ادعى يخليك انت ما تقراش الحاجه الا بلغتها الاصليه يعني. صراحه ما كنتش عايز اتكلم في النقطه دي، الا اني لما قرات كتاب ذا فيرست 20 اور باللغه الانجليزيه انا استفدت منه جدا. وكان باللغه الانجليزيه، واللغه على فكره سهله وسيمبل. وممكن حتى في كتاب في الفيديو بتاع الانجليزي انا كنت عامل بارتيشن كده اسمه جزء الكتب، ان انت ازاي تتقن اللغه الانجليزيه من قراءتك للكتب اللي باللغه الاجنبيه، الكتب بقى بتاع تطوير الذات والكلام ده. ليه انا دايما برشح كتب تطوير الذات في تعلمك للغه الانجليزيه؟ لان الاسلوب اللي الكاتب بيستخدمه بيبقى سهل جدا يعني. الاسلوب بيقول لك ان انت مثلا تحسن حياتك ازاي، تحسن نومك ازاي. يعني انت مش عارف مثلا ان النوم يعني او ينام يعني سليب يعني، اكيد انت عارف ده يعني. كلنا كطلاب يعني خلينا نقول كده، ناخد الستاندرد بتاعنا اللي هو الثانويه العامه او الثانويه الازهريه، كلنا عارفين معنى الكلمه دي. فده كان الهدف يعني من الفلوج ده، ويمكن ده الهدف الصراحه من الفلوج ده.
مش حابب ان اطلع بكذا حوار في الفلوج، انا بس طالع اديكم تنويه عن الكتاب ده عشان لو هتقرأوه افضل ان انتوا تجيبوه بالنسخه الانجليزيه لو انت يعني عندك الاستطاعه ان انت تقرا الكتاب باللغه الانجليزيه، واظن ان هو لغته الانجليزيه تبقى سهله. زي كتاب برضو ذا فيرست 20 اور لما قراته بالانجليزيه ما كانش صعب. كتاب اتوميك هابتس ما كانش فيه مشكله بالنسبه لي، لان الكاتب كان يعني كان محدد، كان سبيسيفيك كده هو بيعمل دي ليه، او بيقسم المهام بتاعته مثلا على اليوم او عشان يبني عاده او كده ليه. فكان الموضوع واضح لي يعني. فبس يعني هو ده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه عن الكتاب. انصحكم ان انتوا تقراوه باللغه الانجليزيه لو هتقراوا الكتاب ده، ومستمرين في التحدي ان شاء الله لعند اليوم السابع. الجامعه هتبدا يعني، بس يعني مستمرين برضو ان شاء الله. اول يوم خدته عندي اجازه من الجامعه، فهنستمر باذن الله يعني. اشوفكم في فلوج جديد. ومعلش بقى لو اقتحمت عليك المساحه برضو بتاعتك بالاوتفيت بتاعي، ما تنساش تقول لي، اديني ريتنج بقى للاوتفيت ده تحت في التعليقات، او مش تديني ريتنج عادي برضو، اعمل اللي انت عايزه. سلام.